استقبلت اليوم حديقة الحيوانات الجديدة بالرباط آلاف الزوار الذين وفدوا عليها من مختلف جهات المملكة بعد أن فتحت أبوابها صباح اليوم بشكل رسمي في وجه الجمهور. وقد صممت الحديقة الوطنية استنادا لتقنيات تجعل الزائر يستحضر عمق الطبيعة والحياة البرية. اليوم هو الافتتاح الرسمي ديال الحديقة الوطنية للحيوانات. توافدات مجموعات كبيرة لزيارة الحديقة لأول مرة، والدخول كيمر الآن في ظروف سليمة وصحية في لضمان كل المسائل الأمنية لتوفير للزوار الحديقة الظروف الملائمة. ولعل المنظومة الإيكولوجية المعتمدة في حديقة الحيوانات الجديدة تعكس نفس شروط العيش الأصلية للحيوانات، كما تمكن الزوار من ملامسة هذا الفضاء الأخضر بتنوعه الحيواني في عمق الطبيعة والحياة البرية. جينا من طنجة باش نحضروا بيان سور كنا حاضرين في الافتتاح ديال هذا البارك زيولوجيك ديال الرباط. في الحقيقة هذا البارك اللي افتقدنا دوبي بلوس دو 3 ans. حنا فرحانين بهذا الافتتاح هذا. الرباط كعاصمه ديال المملكه تكون عندها حديقه الحيوان ديالها ونشوفوا فيها الحيوانات ديال البلاد وحيوانات اخرى جايه من دول اخرى، غادي تكون عندها واحد النفع كبير بالنسبه للاطفال وبالنسبه للتلاميذ والطلبه. فيها الحيوانات، فيها الحماش، فيها الحمير، فيها ماله. بنيت هذه المعلمة الخضراء على مساحة تناهز 50 هكتارا بجوار الحزام الأخضر بالرباط، وفق هندسة معمارية حديثة تتضمن مرافق ومتاجر ومطاعم وممرات للزوار وكل وسائل الترفيه والاستكشاف. في السينما